كلنا اتفرجنا على افتتاح المتحف المصري الجديد، شفنا آثار اتجمعت من كل أنحاء مصر، ولكن الحقيقة إن آلاف الآثار كانت مفقودة اليوم ده، أو بمعنى أصح مسروقة. والغريبة إنها كانت في متاحف تانية مش في مصر. تخيل معايا إنك داخل متحف في لندن وتلاقي فيه أكتر من 100,000 قطعة أثرية مصرية في المتحف البريطاني، ولو رحت متحف برلين في ألمانيا هتلاقي أكتر من 80,000 قطعة أثرية مصرية، ومنهم أشهر تمثال في العالم راس نفرتيتي. ولو رحت باريس بقى هتلاقي أكتر من 50,000 قطعة أثرية مصرية في متحف اللوفر. يعني تاريخ مصر مش بس في مصر. والنهاردة هنكتشف ازاي 3 من أكبر آثار مصر اتسرقوا منها، وهل في أمل إنهم يرجعوا؟ تعال نبدأ بأول قطعة، دي واحدة من أشهر الوجوه في الحضارة المصرية، وهي قطعة راس نفرتيتي. القصة بترجع لسنة 1912 لما وصلت البعثة الألمانية لمصر بقيادة عالم الآثار لودفيج بورشارت، وبدأت حملة التنقيب في منطقة تل العمارنة. وهناك جوه ورشة النحات المصري الشهير تحتمس اكتشفوا قطعة أثرية بغاية الجمال، وهي راس نفرتيتي. ووقتها كان في اتفاق رسمي بيقول أي آثار هيتم اكتشافها هتتقسم نصين بين مصر والبعثات الأجنبية اللي شاركت في حملات التنقيب. بس بورشارت لعب اللعبة صح وتحايل على الاتفاق، ولما جه وقت عرض القطع على اللجنة المصرية قدم راس نفرتيتي بطريقة مضللة تماما، وقال إنها قطعة بسيطة مصنوعة من الجبس، يعني ملهاش ولا قيمة فنية ولا تاريخية، وما تستاهلش إنها تفضل في مصر. وخبى إنها مصنوعة من حجر جيري ملكوني مغطاة بطبقات دقيقة من الجبس الملون بتقنية نحت دقيقة ومعقدة مش أي حد يقدر يعملها. وما اكتفاش بكده، لا كمان عرض القطعة في إضاءة ضعيفة وصورها صور سيئة عشان طبعا تقل قيمتها قدام اللجنة المسؤولة، وبكده يقدر يطلب إنه يرجع بيها لألمانيا. سنة 1913 اتوثق الكلام ده واتاخد قرار رسمي، وخرجت راس نفرتيتي بره مصر خروج قانوني شكلا، لكنه خروج مبني بالكامل على خدعة كبيرة، وبقت واحدة من أهم معروضاته وأكتر قطعة بتجذب الزوار. وبعد ما عرفنا راس نفرتيتي خرجت ازاي، تعالوا نحكي القصة التانية، قصة حجر رشيد، القطعة اللي فكت شفرة الحضارة المصرية كلها. الحكاية كلها بدأت وقت الحملة الفرنسية. الفرنسيين لقوا حجر جرانيت في منطقة رشيد عليه نصوص مكتوبة ب3 خطوط مختلفة، الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية. وهنا الفرنسيين عرفوا انهم قدام كنز معرفي مش المفروض انهم يفرطوا فيه. لكن سنة 1801 الفرنسيين اتهزموا على ايد الانجليز والعثمانيين، واتفرض عليهم انهم يخرجوا بره مصر. مش بس كده، ده كمان اتفرض عليهم انهم يسلموا كل القطع الاثرية اللي لقوها او اكتشفوها لبريطانيا قبل ما يخرجوا بره مصر. لكن الفرنسيين ما استسلموش بالسهولة دي، وحاولوا ياخدوا الحجر بالاتفاق مع بريطانيا. لكن بريطانيا كان قرارها صارم، هتسلموا الحجر يعني هتسلموا الحجر. وفي الاخر الحجر اتسلم لبريطانيا واتشحن من مصر على السفينة الحربية البريطانية HMS إيجيبتس. ولما وصل بريطانيا استقروا على عرضه في المتحف البريطاني سنة 1802، واتكتب تحته Captured in Egypt، يعني مقصور من مصر. ولكن للأسف الحركة اللي بريطانيا عملتها مع فرنسا خلتهم يطمعوا أكتر ويسرقوا سقف معبد دندرة. ودي تالت قطعة سقف، انتوا متخيلين؟ يعني مش تمثال أو بردية، لأ، سقف معبد بالكامل. اللوحة اللي كانت في السقف ده اسمها دائرة البروج السماوية، شافها الفرنسيين لأول مرة خلال حملة نابليون على مصر. من كتر الانبهار حطوا عينيهم عليها لحد ما بعتوا تاجر التحف سيباستيان لويس علشان يشوفها سنة 1820، واللي قدر يطلع تصريح قانوني رسمي من محمد علي باشا علشان ياخد اللوحة اللي كان عايزها من غير وجه حق. وكانت حجته معلش احنا ما خدناش حاجة من الحملة الفرنسية وبريطانيا اخدت مننا كل حاجة. وراح مكلف المهندس كلود لوراين انه يقص السقف بالمناشير في اسرع وقت ممكن. وبعد عملية النهب الشرسة دي وصل المتحف فرنسا واتحط في متحف اللوفر. عايز اقول لكم ان التركيز على السقف ده ما جاش من فراغ، لانه كان بيعتبر الخريطة النجمية الوحيدة. من خلاله كانوا بيعرفوا الزمن، وكانوا بيربطوا بين الفلك والعقيدة، ويشوفوا السماء كامتداد لعالمهم الأرضي. عشان كده القيمة الحقيقية في السقف مش بس في جماله، لكن في كونه شاهد فريد على أقدم فهم إنساني منظم للسماء، وثيقة نادرة بتربط العلم بالمعتقد في حضارة عمرها آلاف السنين. مصر حاولت كتير إنها ترجع الآثار دي، لكن الرد كان دايما جاهز وبيتقال انتوا ما عندكمش متحف يليق بعظمة الآثار دي. بس بعد افتتاح المتحف المصري الجديد الوضع اختلف، والعالم كله بقت عينيه على الحضارة المصرية كالعادة. أكبر دليل إن رئيس وزراء بولندا بنفسه أعلن إنه هيرجع لمصر تمثال أثري نادر عمره 3500 سنة، بعد ما اكتشفوا إن التمثال وصل لهم بطريقة غير مشروعة. مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عملت حملة لاستعادة حجر رشيد وراس نفرتيتي،
عشان يكونوا جزء من المتحف المصري الجديد. ولكن المفاجأة كانت رجوع 36 قطعة أثرية كانوا متهربين في أمريكا، ومنهم قناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء على هيئة المعبود بس، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري من العصر الروماني، وغيرهم. بس تفتكر إيه اللي ممكن يكون مختفي لحد النهاردة ومعرفناش عنه حاجة؟ قولولنا في الكومنتس.